السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل الشنطه الجميله دي. هنعرف اخر الفيديو نقدر نستخدمها في ايه، وهنتعلم كمان مع بعض ازاي نقدر نكبر حجم الشنطه بتاعتنا سواء في الطول او في العرض بتاعها. بس يا ريت بقى قبل ما نبدا، يا ريت ما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، والمشاركه مع الاصدقاء والحبايب عشان قناتنا تكبر بيكم. يلا بينا. بالنسبة لعدد السلاسل اللي أنا هبدأ بيها، هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن طول الشنطة مضروب في 2، لأن أنا هشتغل الوش والظهر في نفس الوقت. تمام؟ يعني أنا هشتغل ب40 غرزة، اللي هم 20 اللي هو الوش بتاع الشنطة بتاعتي، وال20 التانيين اللي هو ظهر الشنطة. انت بقى لو عايزة تطولي حجم الشنطة تطوليها، تزودي عدد السلاسل بتاعة الطول بتاعتك، بحيث ان انت تعملي الطول بتاعك بتاع الوش والظهر الاتنين مع بعض. يعني انت بتضربي عدد السلاسل بتاعة الطول اللي انت عايزاه في 2. انا بالنسبة للحجم بتاعي ده هشتغل 20، اللي هو وش الشنطة بتاعتي هيبقى 20 والظهر معايا 20 كمان، يعني 40 غرزة. هنا هشتغل على 40 غرزة سلسلة. 1 2 3 4 5 6 و30 39 40 سلسلة معايا. يبقى أنا كده اشتغلت 40 سلسلة. هبدأ أخد على ال40 سلسلة بتوعي دول، هاخد كمان 3 سلاسل هم ارتفاع أول عمود. 1 2 3. ده أخد لفة خيط وهسيب ال3 سلاسل الارتفاع بتوعي. تمام، هسيبهم وابدأ أدخل في رابع سلسلة معايا، واخد لفة خيط من تحت معايا 3 لفات على الإبرة. هاخد لفة خيط أقفل 2، لفة خيط أقفل 2 كمان. بكده أنا كونت غرزة العمود. لفة خيط واجي في الغرزة اللي بعدها، واقوم اخده لفة خيط من تحت، بطلع معايا 3 لفات على الإبرة، اقوم اخده لفة خيط أقفل 2، لفة خيط أقفل 2 اللي بعدهم. تمام، لفة خيط وانزل في الغرزة اللي بعدها اكون فيها غرزة عمود. تاني الغرزة اللي بعدها برضو واكون فيها غرزة عمود. لفة خيط وادخل في الغرزة اللي بعدها اكون فيها غرزة عمود. بالشكل ده كده هكمل الصف بتاعي ده واكمله كله. كل سلسلة تقابلني هكون فيها غرزة عمود. كده خلصت الصف بتاعي ده كله، كونت فوق كل غرزة سلسلة كونت فوقيها غرزة عمود. هنبدأ نطلع الدور الجديد. هناخد 1 2 سلسلة والف الشغل بتاعي الجنب التاني. السلسلتين دول ارتفاع اول عمود معايا. بعد كده هاخد لفة خيط وادخل في تاني عمود معايا، بس مش هدخل في الغرزة بتاعتي الحرف في كلها، لا، انا هدخل في اللوب الخلفي بس. يعني انا الغرزة بتاعتي هي حرف الفي بتاعي، هدخل في اللوب الخلفي من النص كده، واخد لفة خيط واطلع معايا 3 لفات على الابرة. هاخد 2 في 2، تاني لفة خيط وادخل الغرزة اللي بعدها. الغرزة اللي بعدها مش هدخل في الغرزة كلها، بدخل في اللوب الخلفي ده تمام من الغرزة بتاعتي، واخد لفة خيط واطلع واقفل 2 في 2 وكون غرزة العمود. تاني لفة خيط وادخل في اللوب الخلفي واخد لفة خيط من تحت واطلع معايا 3 لفات على الإبرة، باخد 2 في 2 واقفلهم مع بعض، وهكذا كل غرزة هتقابلني ما بدخلش في الغرزة كاملة، بدخل في اللوب الخلفي بس بتاعها واقوم اغلى فيها غرزة عمود. اللوب الخلفي واكون فيها غرزة عمود. تمام، لفة خيط وانزل في اللوب الخلفي واكون غرزة عمود. هكذا هكمل الدور ده كله. كل غرزة هتقابلني هدخل في اللوب الخلفي واكون فيها غرزة عمود. هكمل الصف ده كله بنفس النظام ده. تمام، بكده خلاص الصف التاني بالشكل ده كده معايا. تمام، لسه معايا غرزتين. لفة خيط وادخل في اللوب الخلفي بتاعتها من الغرزة اللي تحت واخدها واكون فيها غرزة عمود. لفة خيط معايا بقى ال3 سلاسل اللي هما كانوا الارتفاع بتوع العمود بتاعي، بدخل في راس 3 سلسلة معايا دي واخد فيها واكون برضو فيها هي كمان غرزة عمود، ما ننساهاش عشان ما تحسش ان الشغل بتاعنا اتأثر بعد كده. بعد كده هطلع بسلسلتين 1 2 اللي في الشغل بتاعي الجنب التاني، وهاجي بقى هنا كده دول ارتفاع اول عمود اللي هما بتوع السلسلتين دول. بعد كده لفة خيط وهدخل برضو في اللوب الخلفي، ما بدخلش في الغرزة كاملة بتاعتي، لا، بدخل
في اللوب الخلفي بتاعتنا اللي هي الفتلة اللي ورا دي، بدخل فيها واخد لفة خيط معايا 3 لفات على الابرة، اقفل 2 في 2، بعد كده لفة خيط وادخل في الغرزة اللي بعدها في اللوب الخلفي برضو، تمام، واخد لفة خيط من تحت واقفل غرزة عمود 2 في 2، لفة خيط وادخل في اللوب الخلفي واكون غرزة عمود 2 في 2، لفة خيط وادخل في الغرزة اللي بعدها في اللوب الخلفي كده، واخد لفة خيط من تحت واطلع واقفل غرزة عمود 2 في 2، وهكذا هكمل نفس ان الشغل بتاعنا كله في اللوب الخلفي. هشتغل واكمل القطعة بتاعتنا واوريكم شكلها هنوصل لايه. انا كده بالنسبة لي خلاص انا جبت العرض اللي انا عايزة اتعامل بيه. انت لو عايزة تعرضي الحجم اكتر من كده بتزودي عدد الصفوف بتاعتك، عايزاها بنفس المقاس. انا عملت 1 2 3 4 5 6 7 8 صفوف بس، تمام، لان انا مش عايزاها عريضة خالص. ده اللي بالنسبة للطول. الطول 20 سنتي، دي البداية بتاعتي. انا هقسمها ب10، يعني 10 الوش و10 للظهر. وبالنسبة لل8 سطور اللي انا اشتغلتهم جايبين معايا مقاس 8 سنتي. هبدأ اجيب الجنبين كده على بعض ونبدأ نقفلهم مع بعض. هبدأ اجيب الشغل بتاعي كده، وهبدأ اجيب اخر غرزتين معايا هنا كده قدام بعض، وهقوم اخداهم واقوم اخده سحبة معايا الخيط الابيض، واخد معايا سلسلة، تمام، وابدأ بقى كده اخد الخيط الابيض ده كده معايا جوه الشغل بتاعي عشان نداريه ونثبته برضو معانا، وهدخل في نفس الغرزتين دول كده واقوم اخده لفه خيط من تحت وطالعه معايا لفتين هقفلهم مع بعض بغرزه حشو. بعد كده الغرزه اللي بعدها والغرزه المقابله ليها اهي، واخدهم الاتنين مع بعض واسحب الخيط واقفل بغرزه حشو. بعد كده الغرزه اللي بعدها والمقابله ليها واخدهم مع بعض برضو واقفل على غرزه حشو. كده خلاص انا ثبت اللون الابيض ده بس عشان يوضح لكم الغرزه تقابلني. هاخد المقابل بتاعها من الجنب التاني واقفلهم مع بعض بغرزه حشو. كل غرزه هتقابلني اهي هاخد المقابل بتاعها من الجنب التاني واقفلهم مع بعض بغرزه حشو. بنفس النظام ده هشتغل الجنب ده كله واقفل. تمام، بكده انا خلصت الجنب ده كله قفلته بغرزه الحشو. هنبدا نطلع بقى هنا كده. ده معايا شكل الشنطه كده لغايه دلوقتي. هبدا عايزه اطلع بيها السلاسل بتاعه ايدي الشنطه بتاعتي. 1 2 3 4 5 6 7 8. انا هنا كده اشتغلت معايا عدد السلاسل بتاعتي حوالي 30 سلسله، حسب ما انت عايزه طول الايد قد ايه، عايزه تقللي عايزه تزودي. اجي بقى الجنب التاني ده وهنبدا نقفله برضو زي الجنب ده. هنبدا نجيب الجنب التاني كده واشوف اول غرزه معايا اهي هدخل فيها واخد المقابل بتاعها من الجنب التاني وابدا اقفلهم مع بعض بغرزه حشو. هاخد لفه خيط واطلع اقفل معايا غرزه حشو. بعد كده هدخل الغرزه اللي بعدها اهي واشوف المقابل بتاعها من الجنب التاني واخدهم مع بعض اقفلها غرزه حشو. اللي بعدها هدخل فيها واخد اللي بعدها المقابل بتاعها واقفلها بغرزه حشو، وهكذا هكمل الجنب ده برضو بنفس النظام واقفل كله بغرزه حشو. تمام، بكده انا قفلت الجنب التاني برضو كده بنفس النظام، كل غرزه قفلتها بالمقابله بتاعتها بغرزه حشو. بعد كده هنبدا بقى نلف الشغل بتاعنا الجنب التاني. معايا 1 2 3 هسيبهم وابدا اخد لفه خيط وادخل في رابع واحده. 1 2 3 هدخل في رابع واحده دي كده وهبدا اكون فيها غرزه عمود، لفه خيط وادخل تاني عمود فيها. 3 4 5 6. اخر عمود معايا اللي هو سابع عمود، يبقى انا كده كونت جوه الغرزه دي معايا غرزه المروحه عباره عن 7 عمود بالشكل ده. بعد كده هبدا اسيب قدامها هنا كده 1 2 واخد في تالت سلسله، يعني هسيب دي لا واللي بعدها لا وادخل في تالت سلسله دي واعمل فيها غرزه حشو. بعد كده لفه خيط وابدا اسيب 1 2 وادخل في التالتة دي، تمام، وهبدا اكون فيها برضو 7 عمود. 1 2 3 4
5 6 7. تمام. وهبدأ اقوم برضو مكملة نفس الحكاية، هسيب بعدها 1 2 3 وادخل واقفل في دي غرزة حشو. بعد كده لفة خيط وهسيب معايا 1 2 وادخل في تالت غرزة معايا كده معايا، وهدخل فيها اكون فيها ال7 عمود بتوعنا. 1 بعد كده هبدأ اسيب 1 2 3 وادخل في اخر واحدة دي هنا كده واكون فيها غرزة حشو بتاعتنا. يبقى انا كده كونت الجنب ده كده الشكل اللي احنا شايفينه ده كده مع بعض. هبدأ اطلع فيها كده واخد لفة خيط واقفل بغرزة حشو. بعد كده بقى هنيجي نطلع هنا السلسلة بتاعتنا دي اللي احنا عملناها بتاعت الايد، عايزة اطلع فيها بعمدان. هاخد لفة خيط سلسلة واقوم لفة خيط كده وابدأ اول سلسلة تقابلني ادخل فيها وابدأ اخد لفة خيط واطلع واعمل 2 في 2 لفة خيط وادخل الغرزة اللي بعدها واخد لفة خيط واطلع اكون 2 في 2 لفة خيط وادخل الغرزة اللي بعدها واخد لفة خيط واطلع معايا غرزة عمود 2 في 2 لفة خيط وادخل الغرزة اللي بعدها واخد لفة خيط من تحت واطلع اقفلها غرزة عمود. تمام. انا بالشكل ده كده هبدأ اكون ايدي الشنطة بتاعتي. هبدأ امشي على السلسلة دي كلها كده، كل سلسلة هتقابلني هشتغل فيها غرزة عمود. تمام كده اشتغلنا ايد الشنطة بتاعتنا بالشكل ده كده. انت لو انت مش عايزة ايد الشنطة عريض بنفس المقاس ده كده ممكن تشتغليها نص عمود او ممكن تشتغلي حشو. بعد كده هبدأ ادخل في اول غرزة حشو دي وهاخد لفة خيط واقفل عليها بغرزة حشو. تمام عشان اكون غرزة حشو هنا. بعد كده هاخد لفة خيط واسيب 1 2 3 وادخل في رابع واحدة وهبدأ اكون فيها ال7 عمود اللي هي غرزة المروحة زي الجنب التاني ده كده بالظبط. هبدأ اكونهم الجنب ده هم كمان. شكل الشنطة لغاية دلوقتي هبدأ اعمل ايه بقى. في خطوة كده انا عايزة اعملها براحتك، انت عايز تعمليها او ما تعمليهاش براحتك. انا حابة اعملها ازاي بقى. انا عندي ايد الشنطة من هنا، انا عندي ايد الشنطة من هنا بالشكل ده كده عاملة بالعرض ده بشكل ايد العرض كده. تمام. انا مش عايزاها كده، انا عايزة الايد همسكها الايد في الجنب ده كده في بعضه اثبتها بحيث ان الايد تبقى بالعرض من هنا. فهعمل ايه، هجيب الخيط الابيض كده معايا في ابرة التنظيف وهبدأ ادخل هنا كده معايا. تمام. وابدأ ارد تاني جوه كده بحيث ان انا عايزة ايد الشنطة تبقى بالعرض ما تبقاش طالعة مايلة. يعني بصي دي شكلها ازاي واقفة كده بالعرض ده كده، لا مايلة كده لا، انا عايزة اخلي الجنب ده كده. فانا هعمل كده اثبت ايد الشنطة بالشكل ده معايا. خلاص هنبدأ بقى دلوقتي نعمل الفيونكة بتاعت الشنطة. والرباط بتاعها عبارة عن ايه، عبارة عن مجموعة من السلاسل. انا هشتغل حوالي 90 سلسلة، 1 2 3 4 مجموعة من السلاسل انا اشتغلتها حوالي 90 سلسلة. تمام. انت حسب ما انت عايزاها برضو اطول من كده او اقصر من كده. هبدأ اجيب السلاسل بقى بتاعتي دي وعايزة ابدأ اسحبها من جوه الشغل بتاعي. انا هبدأ اجيبها من هنا اهو كده مثلا من جوه الشغل. يعني مثلا عديت 1 2 3 4 ودخلت بعد الرابع كده في النص وهبدأ اسحب السلاسل دي منها. بعد كده هبدأ اعدي عمود وابدأ اجيب من الجنب التاني هنا كده السلاسل بتاعتي الجنب التاني. تمام. بعد كده هنبدأ نرجع تاني هنلف الشنطة وانا عايزة اجيبها من هنا. فانا هعمل ايه، هاخدها من هنا كده وامشيها زي زجزاج جوه الشنطة بتاعتي، مرة ادخل بيها لجوه ومرة اطلع بيها لبره.
بالشكل ده كده لغايه لما بوسطن السلسله بتاعتي في النص كده تمام. وابدا بقى اعملها اربط ربطه بحيث ان انا اكشكش الجزئيه اللي فوق دي شويه كده بالشكل ده، وابدا اعمل شكل الفيونكه بتاعتنا. وبكده ده شكل الشنطه بتاعتنا معانا النهارده. طبعا زي ما احنا اتفقنا مع بعض تقدري تكبري فيها او تصغري فيها زي ما احنا اتفقنا ازاي، وتقدري تنفذيها بقى وتستخدميها في كذا مشروع. ممكن تستخدميها كتوزيعات للسبوع تمام. ممكن نحطها في الشنطه كده تحطي فيها اي حاجات ناعمه في الشنطه بتاعتنا. ممكن كمان نستخدمها كشنطه بنوته جميله صغيره كده في ايديها، طعمه قوي على فكره. بنوتي حبتها فعلا وقالت ان هي هتاخدها تلبسها في ايديها. ممكن نكبرها شويه ونستخدمها اللي هي ممكن جراب للموبايل. اي فكره انت عايزه تستخدميها فيها هي جميله جدا وسهله جدا في انك تكبري في حجمها. عرفنا زي ما عرفنا مع بعض بنزود في عدد السلاسل بالنسبه للطول، وبنزود في عدد الصفوف بالنسبه للعرض بتاعها. يا رب الفكره تكون عجبتكم النهارده كده ويكون شكل الشنطه عجبكم. اتمنى ان هي تنول اعجابكم. ما تنسيش بقى باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتنا، ويا ريت المشاركه مع الاصدقاء والحبايب عشان قناتنا تكبر بيكم. كان معكم سمر من قناه افكار موري. مع السلامه.